في يوم من الأيام راح الأمير مع زمايله في رحلة صيد، ولما دخل في وسط الغابة انفصل عن زمايله وتاه منهم. قعد يدور عليهم ملقاهمش، وبعدين بص قدامه كده لقى سلسلة من الجبال. قال أنا هروح عندها. قعد يمشي لغاية لما وصل لسلسلة الجبال اللي هو شافها من بعيد، لكن لما وصل عندها لقيها عبارة عن سور ضخم كبير بيفصل ما بين أرض البني آدمين وأرض العمالقة. وهناك شافوا العملاق ملك البلاد وقال له ايه ده يا إنسان يا صغير، انت أول واحد يوصل هنا من البني آدمين، وعشان كده ايه رأيك انا هعرض عليك انك تشتغل عندي خدام. ما كانش قدامه حل غير ان هو يوافق. كان العملاق راسه واصله لغاية السما، ومراته كمان راسها واصله لغاية السما والسحاب. ما كانش عندهم غير بنت واحدة حلوة اسمها جميرة. جميرة عجبها خالص الأمير الصغير. باباها استغرب جدا، كان نفسه ان بنته تتجوز واحد عملاق زيه، لكن هي كان عجبها الأمير الصغير. العملاق اتغاظ منه، قعد يفكر في خطة عشان يتخلص منه، وراح استدعاه وقال له انا سمعت انك انت عمال تتباهى وسط الخدامين بتوعي انك تقدر تهد القصر بتاعه وتبنيه من الاول. الامير قال له انا ما قلتش كده يا مولاي. قال له انت بكرة لازم تنفذ اللي انت قلته. راح بسرعة الامير قال لجميرة. جميرة قالت له ما تخافش، انا ليا في السحر وهقدر اساعدك. والامير بمساعدة جميرة هدوا القصر وبنوه في دقيقة واحدة. الملك اتغاظ وقال ان جميرة اكيد ساعدته، وراح عمل له تحدي تاني. استدعاه وقال له انا سمعت انك بتتباهى وسط الخدم انك انت تقدر تحول الارض المليانة حشائش واعشاب ضارة لجنينة جميلة مليانة بكل انواع الزهور، وتحط في وسطها نافورة فضية جميلة في ليلة واحدة بس. الامير قال له انا ما قلتش كده، وراح بسرعة قال لجميرة. جميرة قالت له يا ده انا هيسعدني جدا ان انا اهرب واقعد طول الليل ارتب واعمل حديقة جميلة. وفعلا فضلوا طول الليل يرتبوا في الحديقة وعملوا حديقة جميلة جدا. الملك اتغاظ جدا، اتغاظ خالص. بنته جميرة شافت ان هو اتغاظ وشكت انه هيعمل حاجة عشان يأذيهم. قالت للأمير احنا لازم نهرب، احنا لازم نجيب الحصان اللي يقدر يمشي 100 ميل في ثانية واحدة ونركبه ونهرب من أبويا. وفعلا جابوا الحصان وركبوا عليه وهربوا. تاني يوم الصبح قعدوا يدوروا عليها ملقوهاش، ولقيوا كمان ان الامير دوا مش موجود، ولقيوا ان الحصان اختفى. قعدوا يفكروا في الموضوع. الملكة قالت للملك ده جميرة هربت هي والامير الجديد بالحصان السريع، والحل الوحيد انك تجيب حصان سريع زيه وتجري وراه. الملك اخد الحصان السريع وفضل يجري وراه. جميرة شافته قرب يحصلها، فراحت بسرعة عملت حيلة، حولت نفسها لنهر كبير، وحولت الامير لواحد أفريقي بيعوم في النهر، حولت الحصان لحقل من البصل. العملاق شاف النهر وشاف الراجل الأفريقي اللي بيعوم جواه. راح يسأله ما شفتش واحدة جميلة ومعاها واحد صغير؟ الراجل الأفريقي ما ردش عليه وراح غطس في وسط المية. وبعد شوية طلع له وقال له شايف حقل البصل اللي هناك ده أنا اللي زرعته. العملاق راح ناحية حقل البصل، لكن ريحة البصل كانت قوية جدا خلته ساب المكان ورجع تاني. لما رجع البيت وقال لمراته الملك على كل حاجة، قالت له أما أنت غبي صحيح، أنت مش فاهم إن جميرة حولت نفسها للنهر، وحولت الأمير للرجل الأفريقي، وحولت الحصان لحقل البصل. أنت مش فاهم حاجة، بسرعة ارجع وراهم عشان تمسكهم واوعى يخدعوك تاني. راح العملاق جري وراهم، ولما قرب يحصلهم جميرة شافته، راحت محولة نفسها المدرسة، وحولت الأمير لمدير المدرسة، وحولت الحصان للسبورة. العملاق لما شاف مدير المدرسة قعد يكلمه، قال له ما شفتش واحدة جميلة ومعاها أمير وحصان؟ الأمير عمل نفسه ما بيسمعش. راح العملاق لما سأله مرتين وما ردش، راح سابه ومشي ورجع تاني وحكى لمراته الملكة على كل حاجة. الملكة قالت له من ضمن كل الناس الأغبياء اللي في كل العالم الظاهر انك انت أغبى واحد فيهم. انت مش فاهم ان جميرة عملت نفسها مدرسة، وعملت الأمير مدير المدرسة، وعملت الحصان سبورة علشان تضحك عليك؟ لازم نحصلهم بسرعة، والمرة دي أنا هاجي معاك عشان أتأكد إن جميرة مش هتعمل أي حاجة من خداعها السحرية دي وتضحك عليك. راحوا هما الاتنين بسرعة ركبوا على الحصانة بتاعتهم وقربوا يحصلوهم خالص، لكن لحسن الحظ الأمير وصل لبلده. وهناك جميرة قالت له أنا هسيبك أنت تدخل أنت الأول لبلدك ومملكتك عشان تفهمهم كل حاجة، وأنا هستناك هنا. لازم توعدني إنك عمرك ما هتنساني ولا دقيقة واحدة، اوعى تنساني ولا ثانية واحدة. قال لها أوعدك.
دخل الأمير جوه المملكة، والمملكة كلها فرحت بوجوده، وهو كمان فرح جدا لأن كل حاجة بقت في مقاسها الطبيعي. وفرح وقعد مع أصحابه وقعد يحكي معاهم ويهزر معاهم، ولمدة دقيقة واحدة نسي جميرة خالص. ولما افتكرها جري عليها، راح يشوفها في المكان اللي هي كانت قاعدة فيه، بص واستغرب جدا لما لقاها بدل ما هي كانت عملاقة وطويلة قوي قوي قوي، بقت في طول كتفه. قالت له: شايف اللي حصل لي لما انت نسيتني؟ فضلت اصغر اصغر لغايه لما وصلت المقاس ده. انت عارف لو كنت نسيتني دقيقه واحده تاني كمان كنت اختفيت خالص، ما كنتش لقيتني. جميرة ضاعت منها كل مواهبها السحرية لما صغر مقاسها. لما باباها ومامتها جم يدوروا عليها ما عرفوهاش، ورجعوا مملكتهم تاني. جميرة اتجوزت الأمير وبقت هي ملكة البلاد. عاشت سعيدة، لكن كان في عينيها حزن، لأن هي ما قدرتش تنسى إن حبيبها الأمير نسيها لمدة دقيقة واحدة.